معانا النهارده قصة مثمرة جدا لحد ما بيأس، حد مر بتجارب كتيرة جدا صعبة لحد ما وصل واشتغل في السعودية، اشتغل في مصر، سافر الصين. هم كانوا واخدين فكره ان مدرس انجليزي من مصر لا، لغايه ما قابلوا العبد لله. هل في بقى حاجات عملية مثلا، شهادات عملية شايف ان هي اي حد لازم ياخدها عشان يحصل الديفرنس في حياته؟ انت بتجري في اتجاه عشان تحصل حاجه معينه وما تحصلهاش، فربنا يجيبها لك بطريقه تانية خالص بسيطه بعيده عنك. فدي كانت اول صدمه اتصدمتها في حياتي، اللي هو حلم الدكتور في الجامعه بيضيع، وضاع فعلا يعني. وقتها سافرت الصين 2008 وانا عندي 24 سنه. خطبت قبل ما اسافر ب5 ايام. كنت عامل حسابي ان انا هرجع بقى خلال سنتين هتجوز وكده زي اي شاب بيسافر ويكون نفسه يعني. لكن الحمد لله ربنا اثر عليا الطريق. زوجتي برضو انجلش تيتشر، فعملت انترفيو وادوها اوفر يعني، وجت جوزنا هناك. انا كنت دايما زمايلي لما حد يجي له فرصه سفر اقول له لا، احنا هنقعد هنا، احنا هنكمل هنا، احنا هنبني نفسنا هنا. لما عرفوا بقى ان انا مسافر جم قعدوا يضربوني يعني، اللي هو انت ضحكت علينا، ومسافر فين؟ الصين يعني مش السعوديه. وانا كان مالي ومال الدلتا، ما كنت قعدت وخدت السلك. انت الانطلاقه بتاعتك قوتها هتيجي من من الشده دي. لو عملت كده هيقع، لكن الشده دي هينطلق. عايز بقى تيتشر ترينر. There is no professional development without sacrifice. فلوس، وقت، جهد، صحه.